سمعنا كتير في الماركتينج عن كونتنت كونتنت كونتنت. لو سالت اي حد هيقول لك لازم يكون عندك كونتنت حلو تشد بيه العميل. وعشان ما تدخلش دماغك في زحمه، هات ورقه وقلم وتعالى اقول لك تكتب كونتنت ازاي. اول حاجه محتاج تعملها انك تختار موضوع معين وتكتب عنه. زي مثلا في الفيديو ده انا بتكلم معاك عن الخطوات اللي المفروض تعملها عشان تكتب كونتنت. 2، ودي ركز معايا فيها قوي، لازم بعد ما تختار التوبيك تعمل ريسيرش قوي. ثانيه واحده، انت هتتعب دماغك ليه؟ انا هقول لك تركز على ايه وانت بتعمل الريسيرش بتاعك. 1 الاندستري، 2 الكومبيتيتورز، 3 البراند بتاعك. خلاص خلصنا التخطيط، جه وقت التنفيذ. وفي الوقت ده محتاج تعرف ايه احسن طريقه تعمل بيها الكونتنت بتاعك. يعني طريقه الكلام هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى سيريس ولا فريندلي؟ هتختار توصل الكونتنت بتاعك ازاي؟ هتكتب مقال ولا بوست ولا تعمل فيديوهات وريلز على اليوتيوب؟ اخر حاجه لازم تخلي بالك منها وانت بتعمل الكونتنت حاجه اسمها CTA او كول تو اكشن. ببساطه كده انا كشخص بشوف الكونتنت بتاعك عايزني اعمل ايه. زي مثلا انا في الفيديو ده عايزاك تعمل لايك وفولو عشان هنزل حاجات من دي كتير. عايزين منك فيديو سكريبت نصوره المره الجايه.